آه، لماذا المرجعية الرشيدة لا تؤيد انفصال إقليم كردستان مع العلم هم مستفيدين من عندنا؟ على أي حال هذا مسألة سياسية. العراق إذا كان مجموعة واحدة كما كان يشمل كردستان وغيرها يكون أفضل ويكون قوة للعراق. كردستان إذا انفصلت من العراق تضيع ويكفخوها. الدول المجاورة تركيا، إيران، سوريا، غيرها ما تقبل أن تكون بداية انفصال. إذا انفصلت عن العراق يفقرون الأكراد ويتوبوهم لكن هم ما يفقهون، خاصة هذا إدريس البرزاني، هذا عنيد وفهمك. الطالباني كان أقدر سياسيا منا وأمرا منا وأكثر إنسانية منه. هذا يعند ما أدري إلى أي داهية يريد أن يجر الأكراد. ليس من مصلحة الأكراد الاستقلال، وكمسلمين كلهم لا، أن تكونوا جزء من العراق أفضل لكم. يقول مواصفات 50 امرأة من أصحاب الإمام سلام الله عليه. الظاهر أنهم من نوعهم، لما 313 دول النخبة أصحاب الإمام سلام الله عليه، ومنهم 50 امرأة. إذا هؤلاء اللي تفتخر الأرض إذا مر عليها أحد أصحاب الإمام المهدي، اللي يقول له إذا شككت في شيء فانظر في كفك تجد حكمه في كفك، اللي يخلي كل واحد منهم حاكم ولاية، قسم الأرض ولايات، هذه ولاية، هذه مثلا بريطانيا ولاية، أمريكا ولاية أو ولايتين، مجموع الأرض 313 ولاية، وإدارتها أمورها الاجتماعية الاقتصادية هو يديرها. ويقول له إذا شككت في شيء فانظر إلى كفك. منهن النساء. كيف تكون امرأة حاكمة؟ تكون حاكمة ما دام بتوجيه الإمام سلام الله عليه تكون حاكمة. ما سلام الله عليه متزوج أم لا؟ في الغيبة الكبرى لا يوجد أي نص على أنه متزوج، لا هو متزوج ولا عيسى، اثنينهم عزاب، عيسى في السماء أعزب وهو في الأرض أعزب. لمن يظهران يتزوجان، الإمام يتزوج ويسكن بأهله في مسجد السهل. عالم فلكي مصري يقول خلال الأيام القادمة سوف تسيل دماء في الكعبة، ما هو رأيكم؟ ما سمعته؟ على أي حال نتمنى أن تسيل دماء الطغاة الظالمين في عواصمهم، ليش بالكعبة؟ ما هو دورنا في العراق في الوقت الحاضر؟ دورنا في العراق في الوقت الحاضر أن تطهروا بلدكم من الوهابية. وترى هؤلاء السعودية مهتمين جدا، بالأول هم ما يريدون تطهير العراق من الدواعش، وأمريكا نفس الشيء. أمريكا لأنها تريد صراع شيعي سني وظل العراق ضعيف، والسعودية يريدون أيضا متحكم هؤلاء لأنه ما تستطيع أن يحكم، تريد تنتظر وقت أنه الشيعة ينكسرون وتجيب هؤلاء للحكم. ها قضيتها. واجبكم أن تطهروا العراق من رجس هؤلاء الدواعش والنواصب، وكذلك النفوذ الأجنبي في العراق، ما تخلوا غيركم اللي يحكم العراق، أنتم تحكموا، وتبدأوا ببناء العراق لاستقبال إمامكم صلوات الله وسلامه عليه. من بغداد تفضل. وبركاته شيخنا. عليكم السلام يا هلا. مولانا الله في عمرك وحفظك، ذكرا لنا ولهذه القناة المبارك. يحفظك الله ويعزك. شيخنا الفاضل الحديث عند المخالفين نعم. ويذكرون عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجوز قتل العدو حتى إذا تدرس بالنساء والأطفال وقتلهم جميعا حتى الوصول إلى العدو. هذا الحديث يخالف القرآن. القرآن يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأقول هذول الوهابية وراهم الصهيونية وراهم اليهود يزوروا هذه الأحاديث وينسبوها إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت. شكرا أبو أحمد، شكرا.
أنا سمعت الظواهر وبن لادن ينتقدون أنه يقولون لجماعتهم توسعتم في التترس. التترس عندنا له ضابطة. وانظروا إلى فتوى السيد السيستاني الله يحفظه، الفتوى الرائعة، يقول لإنقاذ حياة مؤمن أهم من قتل شخص ناصبي. يعني يرجح إنقاذ حياة ذاك وما يجوز التترس. نعم عليكم شيخنا. أهلا تفضل. الله يسعدك. شيخنا من أي دولة يتحرك؟ من دولة ما سمعت ما سمعت ما سمعت الله يعزك. شيخنا سفيان من أي دولة يتكون من يا دولة من دول العالم كله أو من دولة واحدة سفياني؟ لا السفياني أنصاره يتجمعون من بلاد مختلفة، لكن هو شامي سوري ومن ذرية أبو سفيان من أولاد معاوية السفياني، لكن يجي أنصار، يجي مثل الدواعش، يجي سعوديين، يجي غيرهم، ذول المتعصبين اللي في خطه يأتون يلتحقون به. نعم.